السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. قصة مضحكة للتسلية فقط. ايه، صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ايه يا شيخة، ايه يا شيخة، جوزي النهاردة طالع من عند أمه، مش شايفني ولا طايقني ولا عمال أتخانق مع نفسي. هو جاي سألته مالك، راح ضربني بالقلم. طبعا أنا أي واحدة فيكم كانت حتجري تغضب عند أهلها إنها انضربت من غير أي سبب. لكن أنا بقى الوضع معايا مختلف جدا. دخلت غيرت هدومي ولبستي واتزوقت، ودخلت على المطبخ عملت كوباية قهوة لي وكوباية ليا، وحطيت قدامه وقعدت رجل على رجل، وقعدت بجنبه على الكرسي وبصلي وقال لي: إلا أنتي وأهلك أن ما عندكوش أي حاجة اسمها دم. أنت ما عندكيش إحساس. ما تحسي على دمك وتغوري من هنا، أنا مش طايقك. رحت مبتسمة وقلت له: يسلم لسانك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على أم الكلام الجميل ده. إيه ده، وأنا متجوزة قمر؟ قال لي وهو بيشتمني: يا قليلة الدم يا باردة، أنا بقولك اطلعي برا، مش بعكسك على فكرة. شتمك سكر يا حبيب قلبي، انت بتقولي شعر مش بتشتمني. يا لهوي، أنا متجوزة القمر الواد الأسمر ده اللي يهبل. راح مصرخ في وشي وطردني برا البيت ورمالي على العباية بتاعتي والبك اللي فيه الفلوس. رماني على السلم بكل قسوة. رحت اللبسة ونازلة جايبة لب وسوداني ومكسرات وشيبس وبيتزا وبيبسي، وطلعت وعديت على حماتي. أول ما شافتني اتصدمت، قالت لي: هو انتي كنتي فين ومتزوقة كده ليه؟ قلت لها: جوزي حبيبي بعتني أجيب بيتزا ومكسرات وبيبسي علشان سهرتنا صباحي النهاردة إن شاء الله. أصلي طلعت من عندك. قال لي: انتي وحشتيني يا ست الكل وست الناس كلها. يا لهوي يا حماتي، انتي مخلفة القمر ده ازاي؟ قال لي: يا حبيبتي خدي فلوس قد ما انت عايزة واشتري حاجات ليكي، عايزين نسهر سهرة صباحي. آه ردت علي حماتي وقالت لي: يعني هو ابني ما اتخانقش معاكي ولا زعلك؟ قلت لها: لا طفي من بقك يا حماتي، يزعلني؟ يا لهوي، ده بدلعني دلع اخر حاجة، ربنا يخليه ليا ولا يحرمني منه. وسبتها تخبط راسها في الحيطة، وطلعت فتحت الشقة ودخلت. أول ما شافني برق وعينيه وقال لي: رجعت ليه؟ أنا مش طردتك يا بنتي كذا وكذا وكذا، طردتك من البيت يا بردة يا عديمة الدم، خلي عند أمك شوية دم، خفي من هنا، أنا قلت لك مش عايزة أشوف خلقتك. قلت له: جبت لك يا حبيبي كل الحاجات اللي بتحبها. قام وفضل يقول: يا لهوي على الناس اللي مش بتحس، انت حتشليني. وفضل يخبط بإيده في الحيط لحد ما فتحت الحيطة التانية عند مامته. فتحت الحيط، بنبص لقينا أبوه بينادي عليه. عرفت بعد كده إن حماتي فضلت تزعق وتصوت من الغيظ بعد ما طلعت من عندها فضلت تخبط على راسها لحد ما أغمى عليها. وجالها الدكتور واشتبه في جلطة. جوزي ايده اتعورت من الحيطة ولفها بشاش كتير. مش عارفة مين زعلهم، ينشكوا ينشكوا في معامعهم، مين زعلهم وحرق دمهم بالشكل ده. أحلف لكم بإيه إني من كتر الزعل عليهم ما قدرتش أخلص البيتزا لوحدي، كانت بيتزا عائلية. ف... وفضل شوية منها، والبيبسي كان فاضل شوية منه. أما المكسرات، فضلت قاعدة عند راس حماتي أزأز وأتف عليها علشان أول ما تصحى تشوفني، قصدي أتف على الأرض لما أخذ يعني. وفضلت قاعدة جنبها علشان أول ما تصحى تشوف إن كنتها حبيبتها ما سبتهاش باليوم ده. لما تشوفني تفرح إني قاعدة عندها. معقولة إنها تفرح لما تشوفني قاعدة جنبها حتفرح بشوفتي أو حترمي نفسها في البحر؟ يلا، على كل حال زي ما بقولوا: اعمل خير وارمي بالبحر. مش عارفة قلبي الطيب ده حيوديني اللي فين ولحد امتى. هستحمل قسوة الناس عليا.
دي كانت قصتنا، إن شاء الله إنها تكون عجبتكم، وإن شاء الله إنها لما تصحى حماتها ما تنجلط من القهر، علشان شافت كنتها العظيمة اللي ما بتحس جنبها. كانت قصتنا حلوة ظريفة خفيفة لطيفة، إن شاء الله إنكم تحبوها. هاي كانت قصتنا لليوم، كانت معاكم ريتا جمال، بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم. بحبكم بالله، سلام.